يا ست الكل هتوسل اليكي، الواد ابن حمدي تعبان والدكتور قال لازم يعمل عمليه قوام. بتوصلنا عند ابو العمده يشوف لنا حل. ما انا قلت للعمده وما وافقش، اعمل لك ايه؟ وبعدين العمده كلمته سيف، اللي يقوله مفيش كلام تاني بعديه. ما انا ياما خدمتكم كتير في الدوار وصرت احرس مالكم وارضكم. ويعني انت خدمتنا لله، ما كل واحد شغال بياخد اجرته. يا ست الكل انا مش طالب حسن ولا سلبه. عايز ايه يعني؟ انا عايز ابني يخف ويعيش زي باقي الخلق. ربنا يشفيه. احنا ما نقدرش نعمل حاجه بره كلام العمده، ادعي له انت بس. ادعي له؟ ادعي له ازاي؟ ده انا واقف عاجز وابني كل يوم بيضيع مني. حرام عليكم، هو كلام العمده عليكم حكم. ما ترفعش صوتك، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يلا غور امشي. حالك مش عاجبني يا ابو منصور. في ايه بس ياما؟ ما انت خلاص ما بقيتش ابو منصور اللي انا اعرفه، العمده الصح اللي يمشي صح ما ياكلش بالحرام. ياما الدنيا بقت صعبه، الناس كلها بتدور على مصلحتها وانا ما بعملش حاجه غلط. احنا بناخد حقنا من الارض دي. الارض دي مرويه بدم جدودك مش بعرق الحراميه، اللي مدي ايده على حاجه غيره يبقى حرامي. احنا ما بنسرقش حد، والاثار دي مدفونه من زمان والحكومه ما تعرفش عنها حاجه ياما. انت ولدي لو ما رجعتش من السكه دي ولا ولد ولا اعرفك. انا اول واحده اتبرى منك قدام ربنا قدام الخلق. انا عملت اللي عملته وخلاص ياما، والناس اللي معايا مش سهله ترجع معاهم تاني. يا ابو منصور اللي ما رجعش للغلط اللي هو فيه يستاهل اللي يجراله. ساعتها يا ابو منصور لا انا ولا اهلك هيقفوا في ظهرك. عايزك جوعي لوحدك ياما. حاسب يا ولدي الخطر جاي والحرام ما فيش بركه. خاف على نفسك وعلى اولادك لحسن تلقى نفسك قاعد لوحدك، الناس بتبص لك زي ما بتبص للحرامي. يا رشدي البضاعة في امان، لا ما تقلقش، الخير كتير. رن عليا انت بس زي ما قلت لك. يلا سلام. قتلتني يا عمده. انت مين؟ مين اللي معاك ده؟ انا فهد البطل اللي انت قتلته زمان، قتلت صوت الحق. يا ترى بعد كده هتعرف تعيش مرتاح يا عمده؟ فهد انت ازاي لسه عايش؟ ومين اللي معاك ده؟ فكرني يا عمده انا الطفل اللي كنت هتذبحه قدام باب المقبره. انا كبرت دلوقتي يوم الحساب يا عمده. لا 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 ده مش حلم يا ابوي، ده كابوس. واه يا فهد شكل عمري ما هنساك. مش هتسيبني في حالي ولا ايه؟ واه مغاوري الغفير هو اللي جه بلغني، اكيد هو اللي شاف الحادثه واللي حصل. ازاي ما خدتش بالي الحاجه زي كده طول السنين دي كلها؟ يا وابور الساعة 12 يا مقبل عالصاي. مين؟ انا كلمة تخبط. ايه الفلوس دي كلها يا ام مريم؟ كل الفلوس دي لصاحب نصيبها، وممكن تكون بتاعتك خلال 3 دقايق. بتاعتاني؟ طب ازاي؟ بص يا مغاوري، هو سؤال ورد غطاء. سؤال ايه؟ انت كنت ساعة ما فهد جوزي اتقتل قدام باب بيتي وخدتوه انت واهل البلد على المستشفى. واه ايه اللي فكرك بالموضوع ده يا ام مريم؟ مش لما اكون نسيته عشان افتكره؟ أنا يومها اتصلت على العمدة واتصلت على المركز وشالوا فهد الله يرحمه على المستشفى. ومين اللي قتله؟ ما خبرش مين اللي قتله، أنا كنت وعيه ولا؟ انت عارف كويس يا مغاوري مين اللي قتله. قول وخد الفلوس دي وانا مش هجيب سيرتك، ما تخافش على روحك، مش هجيب سيرتك واصل. قلت لك ما اعرفش، انا قلت كلام كذب وخلاص. خلاص يا مغاوري مالكش في الطيب نصيب. استني بس، امال كام دول؟ وهديك قدهم مرتين لو قلت لي اللي تعرف. قديهم مرتين؟ مش خساره فيك انت، وانت ما يهونش عليك دم فهد يروح حضر. خلاص ما دام انت خايف اشوف حد غيرك.
استنى يا ام مريم، حيالك شويه. باقي الفلوس اخدها ميته. فلوس ايه؟ مش انت قلت هتديني قديهم مرتين؟ انت ما تنسي ولا؟ بكره هتبقى من الاعيان. قول يا مغاوري قول، ما تخافش. هقول يا ام مريم، بس اصبر علي شويه. قول يا مغاوري ما تخافش. هقول على كل حاجه يا ام مريم. صباح الخير يا ابوي. صباح النور يا قلب ابوكي، ايه اللي مصحيك بدري؟ حلمت حلم مش كويس عليك. حلمتي عاد؟ اياك حلمت اني مت؟ بعد الشر عليك يا ابوي. يخرب مطمك، قولي حلمتي عاد. حلمت انك كنت في حفرة كبيرة، كانت ضلمة، مفيش حد حواليك، وكنت بتنادي ومحدش بيرد عليك. الله، ده حلم يا قلب ابوكي ومالوش معنى عاد. كأنه كان حقيقي. كنت لوحدك يا ابوي وما قدرتش اوصلك، كنت خايفة عليك قوي. قلت لك ما تخافيش عاد، ده حلم. يلا اطلع روح اشوف اللي وراك. عرفتي هتعمل ايه يا بنتي؟ ما تخافيش يما، في الليل زي ما فهمتك اللي خلف ما ماتش وعهد ابويا دين في رقبتي. ترجعي منصورة مجبورة بإذن الله، ما يجيبهاش إلا حريمها. اسمع يا منصور، قول يا ابوي. تاخد الفلوس توديها للمعلم همام وترجع طوالي عشان تحسب فلوس القصب مع المعلم مغاوري. حاضر يا ابوي، بس انا كده هرجع بالليل. يلا هم، خلاص مسافة السكة. تروح وترجع بالسلامة يا ولدي. في هي دعدور، وقفت ليه؟ في القى يا ريس قدامي. وقف وبطل وانزل. واه، بنت مين انت؟ انزل، مش عاوزة عنجرة، السلاح متعمر. كده